اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض هنسلق كده الفراخ بالطريقة بتاعتي، بطريقة حلوة جدا جدا، ولا نغلي بقى مية ولا نحط بقى فيها الحاجة. هقولك على طريقة حلوة جدا تطلع معاكي الشوربة أو المرقة في منتهى الجمال، وكمان الفراخ بتاعتك تحسيها متحمرة، فلما تيجي تحمريها تاخد اللمعة اللي انتوا شفتوها في أول الفيديو. جبت كده بصلاية وبشرتها، وهحط على البصلايه دي البهارات بتاعتها. ايه هي البهارات؟ البهارات العاديه اللي احنا بنحطها في سلق اللحمه، الفلفل الاسود والسبع بهارات والملح. بس انا طبعا زودت كميه الملح علشان انا هعمل مرقه كتير، فمش عايزه كل شويه اقعد ازود ملح. ما تخافيش خالص، الملح مش هيعمل حاجه في الفراخ، بالعكس ده هيحافظ عليها ان هي ما تتهريش. الناس اللي بتقول نحط الملح بعد ما اللحوم او الفراخ تستوي، لا يا جماعه، الكلام ده غلط، بيخلي الفراخ تتهري. فوانتي بتسلقي الفراخ حطي الملح عشان ما تتهريش، فاهميني؟ فحطيت كده. كان عندي فراخ متبلاها وحطاها في الفريزر، وعندي فراخ كانت لسه طازه، فحطيت الاتنين مع بعض مش هيحصل اي حاجه. وحطيت معلقه سمنه عشان اشوح فيها الفراخ. ما حطيتش زبده بلدي عشان انا ما بحبش ريحه الزبده البلدي في الفراخ، تمام؟ لان الفراخ بتتعمل معامله خاصه عشان الزفاره والكلام ده. وطبعا احنا عارفين ان احنا بنغسلها كويس بدقيق وملح وليمون، وبعد كده بنشطفها شطفه كويسه، وبنحطها في ميه وملح وسكر كده عشان تطلع معانا وتبقى زي الفل. فالفراخ بالذات بتبقى عايزه معامله خاصه. خلاص كده. طبعا الفراخ المتبله مع الفراخ الطازه مش هيحصل اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه بس انها تكون مغسوله كويس، وتكون نظيفة، وتكون ريحتها نظيفة عشان تطلع معاكي مرقة نظيفة. وتشمي كده الفراخ تبقي بصي ريحتها بالنسبة لك تحفة، مش ان انتي مثلا شم ريحة زفارة. وهبدأ كده ان انا اشوحها. طبعا كل ده اصلا والنار عليها. هحط بقى، المفروض نحط طماطمايه واحده، بس انا عايزه المرقه يكون لونها احمر شويه، فهحط لي طماطميتين تلاتة كده يكونوا مستويين شويه. خلاص. وهبدأ بقى ان انا اشوح في الفراخ بتاعتي، بفضل اشوح فيها لحد ما بتاخد لون كده قريب من السوا، فاهميني؟ طبعا هي كده ما بتبقاش استوت، بتبقى لسه هتدخل في يعني، ولا حتى تدخل في مرحلة التسوية، هي بتبقى يا دوبك خدت تشويحة. التشويحة دي بتديها لون، بتديها طعم، بتخليها تقفل كل المسام، فتحتفظ بالفوائد بتاعتها فيها. وبتبقى بصوا تحفة، غير لما انت تحطيها في مية سخنة كده وخلاص، فبتبقى معاكي متبلة وبتبقى في منتهى الجمال. بصوا حتى ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها حتى بيكون مختلف عن الفراخ المسلوقة العادية. الفراخ المسلوقة العادية كده بتحسوها طالعة بتبقى لونها أبيض، لكن دي بتكون متبلة، فلما كمان بتحمريها أو تحطيها تحت الشواية، تخيلوا بقى الطعم بيبقى عامل ازاي. بجد تحفة. أنا عايزاكم تجربوا الطريقة دي، وتنزلوا في الكومنتات تقولولي عملتوها ولا لأ، وقولولي الطعم عامل ازاي. وعايزه تاخدي مرقه فعلا حلوه، هو كده يعني. هي الطريقه دي انا بعملها بصراحه في كل الطيور، وفي كل يعني في كل انواع اللحوم، بتبقى في منتهى الجمال. واحلى شوربه باخدها هي الطريقه دي. كل شويه كده بديها تشويحه، اقلبها كده على الوش ده واقلبها على الوش ده، لان انا لو سبتها تتلسع او هتتحرق، فلازم بتشوحيها يعني كل شويه بتقعدي تقلبي فيها. لو في كبده وفي قوانص حطي كله مع بعضه، كله مع بعضه، ما تقلقيش، مش هيحصل اي حاجه. حطي بقى كل الخضار اللي انت نفسك فيه، جزر، طماطم، كرفس، بصل، زي ما انت عايزه. بس انا حبيت ان انا ابشر البصله، لان لما البصله بتتبشر بتدوب كده وبتدي طعم للفراخ تحفه. هنزل بقى بميه، انا حاطه ميه عاديه كده. بصوا شكلها حتى تحسوا ان هو خلاص تعتبر استوت، لكن هي طبعا لسه ما استوتش، هتاخد لها بتاع نص ساعه مثلا او ساعه الا على النار. بس كده حطيت المرقه بتاعتي او الميه بتاعتي عشان تعمل مرقه، وبعد ما تتسلق هحمرها. وده كان شكلها لما اتحمرت، والمرقه بتاعتها تحفه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. مستنياكم ومستنيه تعليقاتكم، تقولوا لي جربتوها
وعملت ايه معاكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.